السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة معايا. كما راكم تشوفوا وصفة اليوم هي خبز التورتية او خبز الشاورما اللي نستهلكوه بزاف في الصيف، وكيما على بالكم السعر تاعو ما راهوش فريمون في متناول الجميع. هذه الوصفة كنت جربتها من عند شيف سوري، عجبتني حبيت نشاركها معكم. مكوناتها بسيطة كاينين في كل دار ويجي طري ما يتكسرش وزيت ساهل. هذه الوصفة راح نحتاج رطل فرينة وراح نزيد معاه مغرف صغيرة سكر ومن بعد نزيد مغرف صغيرة تاع ملح. كما قلت لكم الوصفة هذه مكوناتها بسيطة كاينة في كل دار، وعلى حسب الشيف اللي ديت من عنده الوصفة هذه هي الوصفة الأصلية تاع الخبز شاورما أو خبز التورتية. أنا كنت خلطت المكونات ومن بعد جبت كاس تاع الماء وبديت نطم في العجينة، وكما شفتوا الكاس هذاك مكفانيش، زيد جبت الكاس الثاني وبديت نزيد منه غير بالعقل حتى نطمت. هذا واش كان بقالي منه، نتوما ديروا غير بالعقل حتى تنطم لكم كيما على بالكم كل فرينة كيفاش تشرب. نحيت العجينة من الغيسيبيون حطيتها على البلون دو طرافاي وراح نزيد عليها مغرف كبيرة تاع زيت وراح ندلكها شوية، يعني في الوقت اللي راني ندخل في الزيت هي راهي تتعجن. هي بعد ما عجنتها نظن 5 دقايق وخليتها ريحت ثاني 5 دقايق راهي رطبة ما تتلاصقش في اليدين وفي نفس الوقت راهي طرية. جبت سنيوة وراح ندير فيها شوية فرينة باش ما تلصقليش العجينة كي نحطها. بعد جبت الميزان وراح نبدا نقسم في العجينة ونوزنها الكريات اللي يكون فيهم 50 غرام. 50 غرام ما تجيش الحبة كبيرة وما تجيش صغيرة، تقدروا تزيدوا وتروحوا لحتى 80 غرام. الوزن يبقى على حسب الاختيار تاعكم. الناس اللي ما عندهمش الميزان يقدروا يقسموها عينهم ميزانهم غير بيديهم كيما نقسموا المعارك ولا المسمن. هذه المرحلة إذا كاين ناس مبتدئين راهم يشوفوا في الفيديو، العجينة تاعكم إذا كانت شوية طرية وراهي تلصق راح تهبلكم، ديروا شوية زيت في يديكم بعد باش تبداو تقسموا فيها. هذا هو الشكل تاعهم. بعد ما كملت قسمتهم كما شفتوا راني نغطي فيهم بالصاجي باش ما تنشفليش العجينة في الوقت اللي كون نخدم فيها. وبالنسبة للعدد هنا كانت خرجتني في 16 حبة بالضبط، وبقات لي غير شوية عجينة ما تلحقش 50 غرام. الفارينة والحلال وراح نبدا نحل فيهم بالوحدة، وفي كل وحدة راح نعاود ندير الفارينة. هاد العجينة تسحق بزاف الفارينة كيما كنديروا لاباط فيتي. كل ما تشوفوا العجينة راهي تلصق لكم في البلون دو طرافاي عاودوا ارفدوها، زيدوا ديروا شويه فرينه حتى تكملوا تحلوها. في نفس الوقت انا راني بديت نحل ومن جهه واحده اخرى راني دايره المقله تاعي تسخن باش كي نجي نطيب تكون سخونه مليح. لهنا كنت حليتها، شوفوا شحال درتها رقيقه، شوفوا السمك نتاعها لازم يكون هكا قريب تولي لكم ترونسبارونت باش تتنفخ لكم وما تجيكمش معجنه. هنا كنت ديجا طيبت حبة، وقبل ما ندير الحبة الثانية اللي حليتها معكم جبت بابي وراح نمسح المقلة مليح من الفارينة اللي خلاتها لي الحبة الأولى. رفدت العجينة وسيت ننفضها شوية من الفارينة باش ما تبقاليش بزاف في المقلة وتتحرق. راح نحطها تطيب وفي نفس الوقت راح نفتح واحدة أخرى باش كي تطيب تكون الأخرى واجدة. وبالك تنساو روحكم كي تكونوا تفتحوا لازم تبقى عينكم عليها ما نسحقوهاش تحمر ولا تيبس، غير تنشف العجينة لازم نقلبها على الجهة الثانية، نزيد نخليها تتنفخ وتحمر لي غير شوية ونحيها، ما لازمش الخبزة تطيب بزاف وتتحمر. نعاود نفتح معاكم حبة باش تشوفوا كيفاش حليتها رقيقة وشحال الكمية تاع الفارينة اللي تسحقها باش تتفتح لكم فاسيلمون. ونسيت باش نقول لكم كي تقسموا الكريات خلوهم يريحوا حتى لربع ساعة باش تبداو تفتحوا فيهم باش ما تعاودش تولي لكم العجينة وتعييكم كي تكونوا تحلوا. فتحتها رقيقة كيما قلت لكم ومن بعد رفدتها فاسيلمون باسكو راهي كاينه تحتها الفارينة. عاود حطيتها باسكو تفكرت باللي ما مسحتش المقله، جبت البابي مسحتها مليح وراح نحط الخبزه تطيب في غرضها. نطيبها من تحت غير نشوفها بدات تدير فم بابل من الفوق نقلبها معناتها راهي طابت من تحت، تتنفخ شويه تزيد تنشف ونحيها بلا ما نخليها تحمر. كل حبة كانت تطيب من تحت ومن الفوق كنت نحيها ونجيبها نحطها داخل السربيتة، ومن بعد هذيك السربيتة نزيد نغطيها بالساشي باش تتندالي، سينو تقدروا ما ديروش الساشي وديروا سربيتة مندية. هكا راني كملت طيبتهم كامل كيما قلت لكم، خرجتني في 16 حبة بهذا الحجم وحبة صغيرة عليهم. ولا حبيتوا ديروا في الميزان 80 غرام لازم تحلوهم كبار على هكا، دايما العجينة لازم تكون رقيقة بزاف. وهذه هي النتيجة بعد ما كان بدا يبرد وتندى. شوفوا كيفاش راهو طري ما يتكسرش. اذا حبيتوا تخبوه خلوه داخل الكونجيلاتور. هكا كملنا الوصفة. نفكركم قبل ما تروحوا الا ما كنتوش مشتركين اشتركوا في القناة، خلوا لي جيم وكومونتير، ونتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله.